مش هتصدقوا صاحبة الطقم ده عملت ايه. تعالوا شوف. الطقم ده على قد جماله بس كان مقلق جدا بالنسبة لي لثلاث أسباب. أول حاجة إن أنا كنت مسافرة وقتها، وتاني حاجة العميلة كانت مستعجلة جدا وعايزاه ضروري، بالرغم من إن إحنا كنا بنتفق عليه وعلى تفاصيله وكده من قبلها بفترة، بس جت وقتها في خلال 3 4 أيام، وأنا الحاجات دي بديها على الأقل 10 أيام. بس كان في حد مسافر ولازم تاخدها. وتالت سبب، وده اللي كان بالنسبة لي يعني مفترق طرق، ان هي رفضت تديني عربون، والنحاس غالي جدا جدا. وقالوا لي بقى اللي عملته ده كان صح ولا غلط، بس انا بعد ما خلصت الطقم كله وفعلا ما خدتش عربون، وصورته لها وبعت لها الصور وشحنته لها، والحمد لله الست خدته عادي جدا يا جماعة، محصلش أي حاجة، دفعت لي فلوس كاملة محصلش أي مشاكل. بس انتوا فعلا قولوا لي، انتوا بتاخدوا عربون من الزباين على الأطقم الكبيرة ولا لا؟ أنا كان كل تفكيري إن هو لو لا قدر الله هي ما خدتوش، هقدر أبيعه تاني، لأن هو مش عليه أسامي ومش كاستمايز. يا رب يكون الطقم عجبكم، مع السلامة.